للشاعر شيركو بيكاس. ويقوم بمشاركته في قراءة القصائد باللغة العربية الشاعر جمال غنبار. إوارتان باش أسعدتم مساء وأسعدتم شعرا. يكفينا فخرا بأن يشارك الشاعر الكردي المبدع من كردستان العراق الأستاذ شيركو بيكاس في إلقاء سيل من قصائده القصار. إن بيكاس الشاعر هو علم من أعلام الشعر الكردي الحديث، بل أكثرهم إبداعا وتدفقا في الإبداع. ملاحظة قبل إلقائه للقصائد، إن الأستاذ يلقي في هذه الأمسية 15 قصيدة قصار كما ذكرنا، ويلقي الثلاثة الأولى باللغة الكردية، وأنا بدوري أشاركه باللغة العربية، ومن ثم تأتي القصائد باللغة العربية انتهاء بالقصيدة الأخيرة التي يلقيها أستاذنا الشاعر بلغة الأم، ومن ثم مسك الختام بتلك القصيدة بلغة الضاد. فليتفضل. سوتان بسر پلیکانەی ترسا، بسر پلیکانەی ترسا تاریکی هەر وەکو دزێ بۆ دەروونم شۆڕە بۆوە. وەختێ گەیشتە ناو دڵم ویستی دەستێ بوەشێنێ لە پڕێکە خۆشەویستیتم داگیرسان تاریکی و ترسم تیا سوتان. الاحتراق على سلالم الخوف، على سلالم الخوف كان الظلام ينزلق كلص بهدوء إلى أعماقي، كان الظلام ينزلق كلص بهدوء إلى أعماقي. ولما وصل إلى السويداء أراد شيئا ما، وعلى حين غرة أشعلت حبك فاحترق الخوف والظلام فيه. بیرکەوتنەوە باڵنگەکان هەر لە بەر شینایی ئاسمان نیەفرن، سەرچاوەکان بەتەنها هەر لە بەر هاژەی ڕووبارەکان هەڵناقوڵێن، درەختەکان هەر لە بەر جوانی لق و پۆپ سێبەر ناکەن، بەفر هەر لە بەر زستان و شێرە بەفرینە نابارێ، ئەسپ بەتەنها هەر لە بەر ئاوزەنی لێدانی سوار و جڵەوی شل ناداتە غار، باش هەر لە بەر لەرینەوەی دارستانەکان هەڵناکات. تۆیش ئەم دیوانە بەتەنها هەر لە بەر ناوی شێرکۆ بێکەس
پەسەند ناکەی. التذكر: الطيور لا تطير من أجل زرقة السماء، والينابيع لا تتدفق من أجل أن تهدر الأنهار، والأشجار لا تتألق من أجل أن تورق وتنشر الظلال، والثلج لا يتساقط من أجل الشتاء وصنع التماثيل الثلجية، والحصان لا يعد من أجل أن يرخي له فارسه العنان ويخزه بمهمازه، الأعاصير لا تهب من أجل أن تهز أشجار الغابات، وأنت لا تعجب بهذه القصيدة من أجل كاتبها شيركو بيكس. سەردەرهێنان لە پەنجەرەی ژوورێکەوە کچێکی جوان، لە پەرژینی باخێکەوە باوەشێ گوڵ، لە گیرفانی کراسەکەی منیشەوە قەڵەمەکەم سەریان هێنایە دەرەوە، کچەکە بۆ دڵخوازەکەی، گوڵەکان بۆ مناڵەکان، قەڵەمەکەیشم بۆ شەعرێ تا پێکەوە وێنەی هەر هەمویان بگرێ. إطلالة من نافذة غرفة ما فتاة رائعة، من سياج حديقة باقة زهور، ومن جيب قميصي قلمي، أطل برؤوسهم الفتاة لحبيبها، والزهور للأطفال، وقلمي لقصيدة شعر تصور الفتاة وحبيبها وزهور الأطفال مجتمعين. الفرات: غالبا ما يجيء الفرات وهو يسعل ويجلس إلى جانبي، حيث يأخذ أمواج لحيته بيده ويقول قل شعرا فالذي يبقى حتى النهاية هو مائي، وتلك القصائد التي لا تنسى الفقراء. الشاهدة الوحيدة: تقاطع شارعين هو الصليب، بقعة دم هي الجريمة الجديدة، وعصفورة على السلك هي الشاهدة الوحيدة التي لن تدعوها أية محكمة أبدا. سهر: في تلك الليلة داخل المضيق الجبلي كل المصابيح كانت مطفأة ما عدا واحدا. في تلك الليلة داخل المضيق الجبلي كل المصابيح كانت مطفأة ما عدا واحدا، هو قنديل شاعر سهران فوق رأس جرح قصيدة ساهرة مثله. رواية: تلك الرواية التي أعطيتها لك وأرجعتها بعد القراءة، وضعتها في مكانها داخل مكتبتي الصغيرة. حينذاك تجمعت القصص القصيرة حولها، وكانت تحكي لهن رحلتها الأخيرة مع عينيك. كنت أسمعها وهي تقول تلك الجميلة تعشق القصص ذات القوام الطويل، ولا تحب أن تنظر إلى قصيرات القامة مثلكن. وبعد فترة رأيت ولأجل عينيك جميع القصص القصيرة قد تحولت إلى روايات. وعد: إذا استطعت أن تعد عدا أوراق تلك الحديقة، إذا استطعت أن تعد عدا كل الأسماك الكبيرة والصغيرة في هذا النهر الذي يجري أمامك، وإذا استطعت أن تعد عدا الطيور في موسم الهجرة من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال، إذا استطعت وقتها
أعدك بأنني سوف أعد عدا ضحايا وطني وطني وطني. غرفة استطاع شعاع أن يفلت من قبضة سنارة ثم هرب. استطاع شعاع أن يفلت من قبضة سنارة ثم هرب، وفي الطريق تعثر بمسمار فوقع وأدمي رأسه، ثم نهض والتفت فرأى باب غرفة كنفاني، فرأى باب غرفة كنفاني مفتوحا على مصراعي. مع الدم دخل، مع الدم دخل، وحين أشعلت أم سعد قنديل الغرفة تلونت كل الحكايا بلون الرمان. الطاقية. أتكون قد رأيت سرب قبرات يقف خلال طيرانه إذ يصادف نعشا لزهرة أو حقلا صغيرا ميتا، وترفع القبرات طاقياتها إجلالا وحزنا حتى يمر النعش. أتكون قد رأيت بلوطة تنزع لحاها حزنا على قبج قتيل، لكن وفي غرفتي وكل ما سمعت عن بلوطة كل ما سمعت عن بلوطة قتيلة أو قبرة مختنقة يرفع قلمي وبصمت قبعته، وبعدها تنهمر الحروف. جذور. إذا النجوم والغيوم والرياح والشمس، إذا النجوم والغيوم والرياح والشمس لم تبصر المجرمين وهم يقتلون، إذا الأفق قد أصم أذنيه ونسيتهم الجبال والمياه، فلا بد أن تراهم شجرة وحيدة وتكتب على جذورها أسماءهم. الماء. ما دجلة والفرات هذان، ما دجلة والفرات هذان، إن كانا ماء فالماء لا لون له بينما هما أرجوانيان، والماء لا طعم له بينما لهذين مذاق تاريخ محروق، والماء بلا رائحة بينما تفوح منهما دوما رائحة احتراق شعر بناتنا وأولادنا. قصة رجل نسج النساج إلى مماته، نسج النساج إلى مماته، نسج السجاد ونسج الورود، ولكنه في النهاية لم يملك لنفسه سجادة، ولم يضع أحد على قبره وردة. الصرخة. بياض الثلج ليس اعتباطا أو من دون سبب، إنه دمعة التوحد لإله ما يتجمد في الغربة. الهواء لا يولول من لا شيء وبلا سبب، إنه امرأة شرقية مشعثة الشعر مذعورة، ورجل في شكل سكين في أعقابها يطاردها. دودلي لم كجدا دار دودلا بروات ياخد هالورا واستاو بيه لم كمدا او دودلا ببي بشختيان هلم بخار لم ريدا
قاچ دوو دڵە بگەڕێتەوە یاخود هەر بەردەوام بێ لەم باخەدا مەل دوو دڵە هەڵگورمێ یاخود هەر بفرێ لەم ساتەشە وشەکانی من دوو دڵن ئەم قەسیدەیە تەواوکەن یاخود بۆ ئێوەی جێبێڵن با جێی بێڵم. حيرة في هذا الجبل، حائرة هي الشجرة أتفر أم تبقى متسمرة؟ في هذا النهر حائر هو الماء أيستحيل رطوبة أم بخارا؟ في هذا الدرب القدم حائرة أتتراجع أم تستمر؟ في هذا البستان الطائر حائر أينكفئ أم يحلق؟ وفي هذه اللحظة حائرة هي كلماتي أتكمل هذه القصيدة أم تتركها لكم؟ فلأتركها لكم.